هذا مضغوطنا المعتمد بالبيت، مضغوط دجاج أحمر. بسم الله ما شاء الله تبارك الله. هذا مضغوطنا الأحمر، وصفة بسيطة لذيذة وبالمقادير بحط لكم بالضبط وكامل التفاصيل. أول تفصيل، الدجاج يفضل تقطيع صغير ويشال الجلد من الدجاج. مضغوط دجاج يعني بتكبسون الدجاج داخل الرز، الأفضل تشيلون الجلد. تابعوا معنا التفاصيل حياكم الله. هذه المكونات الألذ مضغوط دجاج أحمر راح تجربونه، وراح نستخدم رز سيلة غسلته ونقعته. بسم الله نبدأ الطبخة. زيت، بصل تقطيع صغير بحمسه زين لين يتغير لونه. أضيف البهارات الصحيحة. لما تغير لون البصل بضيف الثوم، فلفل بارد تقطيع صغير، والطماط بعد تقطيع صغير. ليش يقطع صغير؟ لأني بكبسهم مع الرز، ما راح أشيل هذه الخضار. معجون الطماط ومعجون الفليفلة، حمسة سريعة. الدجاج منزوع الجلد وبقلبه زين مع التكشينة ياخذ النكهة قبل ما أضيف البهارات. البهارات بالأخير عشان ما تنحرق. البهارات والملح، بهارات أمي، كركم، فلفل أسود وبابريكا والملح. تقليبة بسيطة قبل ما نضيف الماء. فالماء مغلي، بسكر قدر الضغط. أول ما يضغط بحسب بس 7 دقائق. بسم الله. بعد 7 دقائق نفتح القدر. بسم الله بسم الله. سيلة مغسول ومنقوع. بسم الله. خلي الخضار داخل المضغوط. قبل ما أضيف الرز وزنت المرق وزنت ملحه، خليته طالع شوي. أطبخ بحرارة عالية. أضيف الفلفل. اليوم قللت المرق وبسكر القدر وهو ما شرب أغلب المرق، وشوف النتيجة معكم بمشيئة الله. أول ما يضغط إذا بدأ يتس بهدي الحرارة. بعد 10 دقائق مضغوطنا جاهز. طبخناه على نار هادية أول ما ضغط. بسم الله ما شاء الله تبارك الله يا المضغوط. هذا المضغوط الأحمر بسم الله مليان نكهة وطعم صراحة لذيذ. شوفوا الليمون الأسود مليانة، والقرعة يا عيني دجاج. هذه اللقمة متكاملة. هذا المضغوط اللي مليان نكهة. هذا القدر من تحت، شوفوا الحكاكة ما شاء الله. هذه اللي يطبخ، هذه مكافأة اللي يطبخ ولا